الآن طبعا هناك كثير من التساؤل حول أجهزة الموبايل، يقولون هذه أشعة أيضا، وكثير ما تردد أن ربما لها تأثيرات كثيرة، وأن تأثيراتها على الدماغ أو على الأقل على الأذن، وأن هناك بعض من الآثار التي قيست أو لاحظنا في المستشفيات الأخيرة. السلام عليكم. هل الأشعة خطيرة؟ هذا السؤال صار يتردد علينا كثيرا في السنوات الأخيرة الماضية لعدة أسباب. أولا لأنه حدثت معنا عدد من الكوارث أو من الحوادث النووية التي أفرزت أو أنتجت كمية من الإشعاع، سواء في حادثة المفاعل النووي الياباني في فوكوشيما قبل 5 سنوات، أو قبل ذلك يعني منذ بضعة أشهر كانت هناك الذكرى 30 للحادثة الكبرى لتشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي سابقا. ولكن أيضا من جهة أخرى لأن حياتنا صارت مليئة بالتطبيقات الإشعاعية، منها تطبيقات الطبية، مثلا صار لدينا الآن أشعة إضافة للأشعة السينية التي نأخذها من حين لآخر على أجسامنا، على أسناننا، لكن صار عندنا أيضا أشعة مقطعية، سي تي سكان، MRI إلى آخره، على الدماغ خاصة، على الأجسام، على الأعضاء المختلفة. وصار عندنا أيضا أشعة نتلقاها من حين لآخر في بعض المطارات، خاصة المطارات الدولية التي تصور الإنسان كاملا فلإظهاره هل يحمل أي شيء ممنوع. وصار هناك أيضا فهم أن السفر على الطائرات على المستويات أو على الارتفاعات العليا يؤدي إلى تعرض للأشعة الآتية من الفضاء. أولا، ما هي الأشعة حتى نفهم ما المقصود بالأشعة وخطرها؟ الأشعة تنقسم إلى نوعين: الأشعة الكهرومغناطيسية التي هي مثل الضوء الذي نراه ولكن لها أطوال موجات وترددات مختلفة. الأشعة ما تحت الحمراء معروفة، الأشعة ما فوق البنفسجية معروفة، الأشعة السينية، الأشعة جاما، الأشعة الميكروموجية، الأشعة الراديوية. كل هذه أشعة كهرومغناطيسية شبيهة بالضوء لأنها تنتقل بسرعة الضوء، نفس سرعة الضوء، ولكن تختلف فقط في أطوال الموجات وفي الترددات، وبالتالي تختلف في الطاقات، فبعضها يكون يحمل طاقة عليا جدا وقد يكون مؤثرا. هذه مثلا الأشعة ما فوق البنفسجية، والأكثر منها الأشعة السينية، والأكثر منها أكثر طبعا الأشعة جاما. وبعضها تكون طاقاته أقل كثيرا من الضوء حتى الذي نراه، يعني مثل الأشعة ما تحت الحمراء، والأشعة الرادار، الأشعة الميكروموجية، الأشعة الراديوية. كل هذه طاقاتها متدنية جدا، وبالتالي يفهم الإنسان مباشرة أن تأثيرها أو خطرها على الإنسان لا يكاد يذكر. لكن هناك نوع آخر من الأشعة، وهي الأشعة الناتجة من الذرات ومن الأنوية. يعني نعرف اليوم أن الذرات كثير منها غير مستقر، تتفكك الأنوية هذه، تتحول مثلا كربون 14 نظير الكربون العادي يتفكك طبيعيا إلى نيتروجين 14، وعندما يفعل ذلك يتحول أحد النيوترونات إلى أحد البروتونات وينتج إلكترون ونيوترينو. فهذه الجسيمات التي تنطلق تعتبر أيضا أشعة. فالأشعة أحيانا يقصد بها تلك الجسيمات التي تنطلق من الأنوية ومن الذرات. أحيانا تكون أشعة ألفا، ما يسمى بالأشعة ألفا، وهي نيوترونين وبروتونين، نواة الهيليوم تنطلق مرة واحدة هكذا عندما يكون هناك نواة ثقيلة وتتفكك طبيعيا. فكل هذا يعتبر أشعة كهرومغناطيسية أو أشعة نووية. الآن الأشعة أيضا تقسم من حيث تأثيرها وأهميتها وخطرها على الإنسان إلى أشعة مؤينة وأشعة غير مؤينة، ionizing non-ionizing. الأشعة غير المؤينة هي التي لا تحمل طاقة كافية بحيث أنها لا تسمح بإطلاق إلكترون من ذرة معينة. يعني إذا جاء هذا الشعاع ودخل على ذرة، إذا كانت طاقته غير كافية متدنية، يعني كان مثلا شعاع ما تحت أحمر، أو كان شعاع راديوي أو مايكرو موجي، فطاقته متدنية لا تسمح بإقلاع أو فك
نزع إلكترون من الذرة، وبالتالي هذه أشعة غير مؤينة. أما الأشعة ذات الطاقات العليا سواء كانت جسيمات عالية الطاقة، إلكترونات، بروتونات، ألفا إلى آخره، أو مثلا أشعة ما فوق بنفسجية، أشعة سينية، أشعة جاما، فهذه تنزع إلكترونات وبالتالي تكون مؤينة. الآن هل هي خطيرة وإلى أي حد يمكن أن نعرف تأثيراتها؟ أولا، من أين تأتي هذه الأشعة؟ الأشعة المؤينة هذه التي يمكن أن تكون خطيرة لأنها هي التي تنزع إلكترونات، أو هي التي تغير ذرة معينة أو نواة معينة، تكسر جزيء، تؤثر على الحمض النووي DNA، تؤثر على خلية معينة، يعني إما أن تكسر جزيء مثلا أو تؤين ذرة أو جزيء، وبالتالي يتغير سلوك هذه الذرة أو هذا الجزيء داخل الخلية، وهذا الذي يجعل الخلية لا تعمل بالطريقة السليمة، وربما تؤدي إلى أضرار في العضو الذي تنتمي إليه هذه الخلية، أو أن الخلية نفسها يعني تصير مرتبكة وتتطور بطرق يعني عشوائية، تتحول عافاكم الله إلى سرطان إلى آخره. هذا الذي يجعل هذه الخلايا تسلك هذا السلوك الخبيث، لأن ذراتها أو جزيئاتها تكون قد تغير سلوكها من جراء تأيينها أو كسر الذرات داخل الجزيء. طيب، من أين تأتي هذه الأشعة التي يمكن لها أن تفعل هذا في الأجسام وفي الخلايا؟ الأشعة تأتي سواء من الفضاء أو تأتي من الأرض، هذه الأشعة الطبيعية، أو تأتي من الأجهزة التي بعض منها ذكرته يعني في المقدمة. في الأشعة الطبيعية التي تأتي من الفضاء، هذه تأتي سواء من الشمس أو تأتي من أجرام بعيدة جدا خارج المجموعة الشمسية، وتسمى الأشعة الكونية Cosmic Rays، أشعة كونية. هذه إذا جاءت معظمها يتم توقيفه داخل الغلاف الجوي، ولكن بعضه ينفذ وبعضه يصل إلى الأرض وبعضه يؤثر على الأجسام الحية سواء كان بشر أو حيوانات أو نباتات أو غير ذلك. ولكن هناك أيضا أشعة من داخل الأرض. كيف هذه الأشعة من داخل الأرض؟ كما قلت آنفا، هناك أشعة تأتي من التفكك الطبيعي، من راديو أكتيفيتي، من هذا الإشعاع الطبيعي. هذه الأنوية، هذه النظائر التي هي غير مستقرة وتتفكك، حينها تطلق لنا هذا النوع من الأشعة. وفي الأرض وفي كل الطبيعة حولنا، في الأجسام الموجودة في كل الكون، هناك كمية معينة من هذه النظائر أو هذه الذرات أو الأنوية غير المستقرة، فتنطلق لنا. ذكرت مثلا كربون 14، ذكرنا في حلقة سابقة حلقة الأجسام أو المادة المضادة، ذكرنا البوتاسيوم 40 وغيره من هذه الأنوية أو الذرات التي هي موجودة في الطبيعة، موجودة حتى في أجسامنا، موجودة حتى في الأكل الذي نأكل، حتى في الفواكه والخضار التي نأكل، موجودة حتى في الماء الذي نشرب، موجودة حتى في الهواء الذي نستنشق، لكن بكميات ضئيلة جدا، وسنعود إلى الكميات بعد لحظة. لكن كما قلت هناك أيضا كمية من الأشعة تأتينا من الأجهزة. هذه الأجهزة سواء كانت أجهزة مقصودة يعني طبية مثلا، أو أجهزة في المفاعلات. المفاعلات يفترض وهي دائما مغلفة مغطاة بطريقة يعني لا تسمح لأي من هذه الأشعة من أن تنفذ من داخل المفاعل، ولكن أحيانا يحدث هناك تسرب، يحدث هناك انشقاق، يحدث هناك انفجار، كما حدث يعني مثلا في تشيرنوبيل أو كما حدث في فوكوشيما إلى آخره. الآن، ما هي كميات الأشعة التي تكون خطيرة على الإنسان؟ الأشعة تقاس بوحدة بسيطة تسمى سيفرت. سيفرت هذا عالم أعطى اسمه لهذه الوحدة. السيفرت هذه هي كمية 1 جول، كمية طاقة 1 جول في كل كيلوغرام من الجسم الحي، يعني مثلا جسم بشري، جسم حيواني إلى آخره. لماذا هذه الجرعة بالذات وهذه الوحدة؟ لأن أي جرعة أقل من 1 سيفرت حسب القياسات، حسب التجارب، حسب الملاحظات إلى آخره في الطبيعة، في المختبرات، نجد أن تأثيرها على الإنسان يكاد يكون غير مؤثر، يعني لا تؤدي إلى أي نوع من الأضرار في خلينا نقول 99.9% من البشر. أقل من 1 سيفرت
لا يحدث أي شيء. الآن ما هي الجرعات التي نتلقاها عادة يعني في الطبيعة هكذا من حولنا، وما هي الجرعات التي نتلقاها من كل من هذه المصادر الإشعاعية التي ذكرت، سواء كانت مصادر طبيعية أو مصادر اصطناعية؟ في العادة ما هو حولنا من طبيعة نتلقى حوالي 3 ملي سيفرت في السنة. يعني 3 ملي سيفرت معنى هذا أن لو عاش الإنسان 300 سنة أو 330 سنة وهو لا يتلقى أي جرعات أخرى من أي مصدر آخر، يا الله يكون وصل إلى 1 سيفرت، وهو أقصى شيء يجب أن يتناوله الإنسان، وتكون على فترة طويلة جدا فتأثيرها لا يكاد يذكر. معنى أن الطبيعة هذه لا تؤثر علينا ولا تؤدي إلى أي تأثيرات سيئة. لكن ما هي تأثيرات مثلا الحياة، الأجهزة المختلفة التي ذكرت؟ هنا مثلا إذا تلقى الإنسان أشعة راديوية نسميها هي أشعة سينية على الجسم، على الصدر مثلا أو على الأسنان أو على جزء ما من جسمه، فحينها يكون تلقى حوالي جزء من 10 ملي سيفرت، يعني 1 من 10,000 من السيفرت. مثلا المرأة أخذت أشعة من أجل فحص الثدي مثلا، هذا موجود كثيرا، يعني كل 5 سنوات كل 10 سنوات النساء اللائي يبلغن يعني مثلا سن 40-45 فينصح أن يكون هناك كشف عن الأورام إلى آخره، يتم هذا عن طريق هذا النوع من الأشعة، ماموغرام يسمى. هذه أيضا تؤدي إلى تقريبا يعني 10 من ملي سيفرت أو أكثر من ذلك قليلا، يعني 13-14 من ملي سيفرت، يعني ما زلنا في مستويات متدنية. مثلا إذا أخذنا جرعة أشعة على الأسنان جزء من 100,000، يعني 10 ما نتلقاه من الأشعة التي نأخذها على صدرنا مثلا عندما يتم الفحص. فهذه أشعة قليلة جدا. هل هناك بعض الأشعة التي فعلا تصل إلى مستويات أعلى بكثير؟ يعني مثلا حتى في المطارات يعني لا يكاد يكون جزء من المليون، أقل من جزء من المليون من السيفرت ما نتلقاه في الأجهزة التي تفحصنا في المطارات. وهناك قلق، كثير من الناس يقولوا هذه الأشعة وأنا أسافر كثيرا وأنا أمر على كثير من المطارات، وخاصة في المطارات الدولية الكبرى وفي أمريكا الآن في تقريبا كل المطارات إلى آخره. ليس هناك قلق، لأن الجرعة التي يتلقاها الإنسان حتى لو سافر 50 مرة بالسنة 20 مرة بالسنة فلا يتلقى إلا جرعات قليلة جدا. طيب وين الجرعات الكبيرة التي يمكن أن تؤثر على الإنسان؟ يعني مثلا السفر في الطائرات. سفر في الطائرات كما قلنا لأنها تصل إلى مستويات أو ارتفاعات عليا في الهواء، فحينها تكون أعلى في الغلاف الجوي، وبالتالي تتعرض أكثر إلى الأشعة الكونية التي هي آتية من الفضاء. هذه في السنة الواحدة عمال الطائرات المضيفون أو قائد الطائرة مثلا يتلقى حوالي 2 ملي سيفرت في السنة من الأصفار. يعني ما زلنا في مستويات قليلة، يعني عوض أنه يتلقى مثلنا نحن 3 ملي سيفرت في السنة من الإشعاع الطبيعي، هؤلاء الأشخاص يتلقون حوالي 5 ملي سيفرت. يعني ما زال يعني أمامهم شيء 200 أضعاف هذا حتى يصلوا إلى 1 سيفرت الذي قلنا أنه هو المؤثر على الناس. لكن مثلا إذا سافر الإنسان إلى المريخ، يعني رواد الفضاء الذين يذهبون في الفضاء، الآن الفضاء خلاص خرجت من الغلاف الجوي، ليست هناك حماية. الأشعة الكونية تصطدم، الحماية من هذه الأشعة صعب جدا وقليل جدا. وهناك أفلام كثيرة صورت هذه الإشكالية، أن الناس الذين يسافرون لمدد طويلة جدا. لماذا أقول المريخ؟ لأن السفر إلى المريخ يستغرق على الأقل 6 شهور، 6 7 8 شهور. أما السفر إلى القمر يستغرق 2 فقط. وأيضا لماذا قلنا 6 شهور؟ لأن 6 شهور هي تقريبا متوسط المكث على المحطة الدولية. يعني الروس مثلا الموجودين، الأمريكان الذين يذهبون، يعني تتراوح مدد البقاء في المحطة الدولية بين بضعة أشهر إلى أقصى شيء أعتقد الرقم القياسي هو حوالي 1 وشهر أو 1 وشهرين. فخلينا نقول يعني 6 شهور. خلال 6 شهور في الفضاء كم يتلقى الإنسان؟ يتلقى حوالي 250 ملي سيفرت. 250 ملي سيفرت يعني الآن ربع سيفرت.
ولذلك فالوكالات الفضائية سواء الأمريكية أو الروسية أو الأوروبية إلى آخره لديها برنامج وقياسات. أي شخص يذهب إلى الفضاء فيتم قياسه من الانطلاق إلى العودة كم جرعة تلقى حتى يعرف هل يسمح له أن يذهب مرة أخرى إلى الفضاء. طبعا إذا هي رحلة قصيرة مكوك فضائي حتى إذا ذهب إلى القمر إلى آخره فهذه نتكلم عن بضعة أيام، نتكلم عن أسبوع 10 أيام أقصى شيء. أما إذا ظل عدة أشهر في المحطة الفضائية أو سيذهب إلى المريخ ويعود إلى آخره فحينها تبدأ الاعتبارات، لأن قد يكون هناك أخطار على الإنسان. الآن طبعا هناك كثير من التساؤل حول أجهزة الموبايل، يقولون هذه أشعة أيضا، وكثير ما تردد أن ربما لها تأثيرات كثيرة وأن تأثيراتها على الدماغ أو على الأقل على الأذن، وأن هناك بعض من الآثار التي قيست أو لاحظنا في مستشفيات إلى آخره. لا شيء من ذلك أبدا، لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات. لم يثبت أبدا أن شخصا واحدا أصيب بأي ضرر من جراء هذه الأشعة. هي أشعة يعني منخفضة التردد طويلة الموجات، وقلت سابقا أن كلما كان ترددها أقل كلما كانت أطوال موجاتها أطول، كلما كانت من ما تحت الأحمر أو كانت من المايكرو موجي أو كانت من الرادار أو كانت من الراديو إلى آخره، كلما كانت طاقتها قليلة جدا، وهذه بالتالي فهي غير مؤينة، فهذه لا تؤثر على الذرات أو على الجزيئات، لا تكسر الجزيء ولا تؤين أي ذرة، وبالتالي تأثيراتها يعني منعدمة. فلم يثبت شيء من هذا، وفيزيائيا لا نتصور ابدا كيف يمكن هذا، حتى لو كانت كان الجهاز قريب جدا من الراس من الدماغ من الاذن، ليس هناك اي تاثير لهذا. الان قلت في الأول أن حدثت هناك بعض الحوادث وبعض الانفجارات، مثلا فوكوشيما في اليابان قبل 5 سنوات، تشيرنوبل قبل 30 سنة في الاتحاد السوفيتي سابقا، ويقال أن كانت هناك كوارث بشرية، آلاف الناس، بل أحيانا الناس يقولون ملايين الناس الذين ماتوا إلى آخره. أولا حتى نخفف القلق عن الناس، حتى في فوكوشيما قبل 5 سنوات وكاد تكون هناك كارثة كبرى، لم يمت شخص واحد من جراء التسرب الأشعة هذا من المفاعل النووي في فوكوشيما، إنما مات هناك حوالي 30 شخص من جراء الترحيل. الناس رحلوهم بالعشرات الآلاف مئات الآلاف، يجب أن تتركوا هذه المنطقة لأن سيكون فيها كمية كبيرة من الأشعة. طيب تقول لي طب الحمد لله أنه رحلوا، طب لو لم يرحلوا ممكن يكونوا ماتوا. نعم، ربما لو ظلوا هناك وكانوا قريبين جدا وبعد فترة طويلة من هذه الجرعات بعض منهم سيكونون قد ماتوا. ففي كل الأحوال سيكون هناك عدد، ولكن عدد صغير من الناس إذا ظلوا وإذا كانوا قريبين جدا من المفاعل النووي سيموتون، نعم، أو على الأقل سيصابون بالسرطان أو غير ذلك. لكن من الحادثة نفسها هذه الكبيرة الشهيرة لم يمت شخص. أما تشيرنوبل لو نسأل الناس كم تتوقعون أن الناس ماتوا؟ مدينة كاملة رحلت، مدينة كاملة فرغت من بشرها، الناس صارت تسريبات على آلاف الكيلومترات. الناس في فرنسا وفي ألمانيا صاروا خايفين أنه جاية أشعة من الاتحاد السوفيتي من هذه السحابة وهذه الرياح التي هي آتية من تشيرنوبل، ولكن حقيقة لا نعرف بالضبط كم الذين ماتوا، ولكن لا يتعدون حوالي 100 أو 200 شخص. 100 أو 200 شخص. أردت أن أذكر هذه الأرقام حتى أطمئن الناس أن الأشعة التي نتلقاها في حياتنا اليومية من الأجهزة أو من المطارات أو من المستشفيات، في الأشعة السينية في الطب، أو من الأشعة العادية التي هي حولنا من الأرض ومن الفضاء، قليلة جدا ولا يقلق الإنسان، وإن شاء الله تكونون دائما بخير، والسلام عليكم.